صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوف الفيديو امتى. بس زي ما شفتوا قررت احول الفيست ده او الميني دريس لكارديجان. السبب من الاخر القماشة بتاعته بشعة، لونها جميل وخطيرة، بس القماشة لما تتعمل دريس بتلزق، بت بتترفع كده، انت ماشيه بتترفع وبتلزق جدا في الهدوم، لو لابسه من تحت ستريتش، لابسه اي حاجه بتلزق في الهدوم. فخلاص بقى يعني اكتر حاجة ممكن تتعمل بيها اللي هو كارديجان مفتوح، كده كده لو لزق في الهدوم ما لزقش في الهدوم مش فارقة كتير. اول حاجة هنعملها احنا كنا عاملين البس ده هو اصلا بتاع ماما، وباقي القماش متفضل عندي وكل حاجة. يعني عندي قماش اعمل منه الكم، وعندي كل الامكانيات الموجودة. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا نفك كل حاجة، البنس والتانيات اللي عند حدة الباط، وكمان اللي في الرقبة، واحدة واحدة، ونبدأ نشتغل بالراحة. بعد كده عندي اكبر حتة قماش كانت متفضلة معايا، دي اللي هعمل منها الاكمام. الاكمام بتاعتي انا عرفت ازاي ان الحتة دي هتكفي معايا الاكمام. اول حاجة طبقتها بالنص، واخدت الطول بتاعي لو 60 حلو كده، طول كم مناسب وجميل. العرض بتاع القماشة احنا بنعمل كارديجان، الكارديجان بيكون الكم بتاعه واسع ومش متحدد ولا اي حاجة. فانا بالنسبة لي بعد ما تنيت الاربع مرات على اساس ان هما كمين زي ما انتوا شايفين كده، حسيت ان العرض بتاعه حلو ان هو يكون كم الكارديجان. وهوريكم برضو ان انا قست الطول عشان اتاكد تاني. ادي كده الطول عندي هو طول الكم المناسب، يعني او الرينج بتاعه بيكون في 60. حلو، لو اطول من كده بنقص مش مشكله. بعد كده بنجيب الفيست بتاعي او الميني دريس بتاعي، وبقيس عندي حردة الباط، بجيب حردة الباط بتاعتي وبرتبها كويس كده عشان احنا فكينا كل التانيات زي ما اتفقنا. وباخد الطول بتاع حردة الباط. انا عندي زي ما انتوا عارفين حردة الباط بيكون فيها ايه؟ ميلة، هي حردة. انا باخد الطول من غير الحردة، يعني انا بمشي المزورة بتاعتي من بره. انتوا هتشوفوا معايا باخد من بره بخط مستقيم، ما بتنيش المزورة على التانية بتاعت حردة الباط، لا، اهو شايفين كده من بره باخد طول مستقيم. حلو كده، باخد الطول بتاعي وبعدين بطلع على القماشة. الطول ده المفروض يكون نفس العرض بتاعي، شايفين العرض كده. انا عندي نقص سنتي ونص، 2 سنتي، مفرقش معايا اي حاجة بعدين. حلو كده. المهم بعد كده باخد نص المسافة اللي فوق، يعني انا لو عندي 30 في العرض اللي احنا خدناه او طول حردة الباط زي ما خدنا، بنزل 15. حلو. وبعدين باخد خط مستقيم. الخط المستقيم ده ليه لازمة؟ لا، ملهوش لازمة، انا بس بحدد المكان اللي انا هشتغل فيه. حلو كده. بعد كده باخد نقطة في الاخر، ودي اللي هبدأ اشتغل عليها بعد ما عملت الخط المستقيم. طيب، انا باخد من فوق كده، باخد سنتي واحد، بقيس سنتي واحد واعمل علامة. متفقين؟ باخد سنتي واحد واعمل علامة زي ما انتوا شايفين معايا كده، اهو بسيب سنتي واخد العلامة بتاعتي. بعد كده بوصل العلامة او النقطة اللي انا خدتها بعد السنتي بالنقطة اللي تحت. واخدين بالكم كده؟
واروح موصلاها بخط مستقيم. خلوا بالكوا ان انا بوصل من الناحية المفتوحة. انا عندي بعد ما طبقت القماشة اللي عندي بقى عندي ناحية مقفولة خالص والناحية التانية مفتوحة اللي هما باين فيهم الاربع طبقات. انا بوصل من الناحية دي اهو، بوريكم الناحية اللي فيها الاربع طبقات بتاعتي للي قدامها. يعني ما اروحش اخد الواحد سنتي اللي خدتها من ناحية القماش المفتوح ووصل ناحية القماش المقفول. فاهمين الفكرة ازاي؟ لا، انا بوصل من ناحية فوق يكون ناحية القماش المقفول اللي السنتي اللي خدته لحد تحت القماش الناحية المفتوحة زي ما انتوا شايفين كده. عشان ايه؟ دي غلطات اي حد بيبدأ يتعلم عادي غلطنا فيها زمان وكده. بعد كده باخد الخط اللي انا عملته ده، انا طبعا دوست عليه بالمسطرة عشان اتأكد ان هو مظبوط، وبقسمه بالنص. حلو كده، محدد مسافة في النص بالظبط واقسم. انا علشان ماسكه الموبايل بايدي بتاكد بعد كده من المسافات بالمسطره، بس انتوا من الاول اهو قسمنا الخط اللي احنا خدناه المايل ده بالنص، فبقى عندي نصين. هاخد النص الاول كمان اقسمه بالنص زي ما انتوا شايفين كده، اخد علامه في نصه، والنص التاني كمان اخد علامه في النص. حلو كده. طيب انا كده عملت ايه؟ خدت الخط المستقيم اللي في الاول اللي عملناه مع بعض قسمته بالنص، وبعدين كل نص من النصين قسمتهم كمان بالنص. حلو الكلام. طيب بعمل ايه بعد كده؟ بجيب المازورة بتاعتي وباخد 1 سنتي لفوق. شايفين ناحية القماشة بتاعتي مش عندي ناحية مفتوحة وناحية مقفولة؟ باخد من ناحية الناحية المقفولة النص اللي من ناحية الناحية المقفولة، باخد السنتي بتاعي لفوق. النص التاني باخد السنتي بتاعي لتحت، اللي هو النص اللي من انه ناحية، من ناحية القماش المفتوح. يبقى انا عندي نص باخده 1 سنتي اطلع بيه لفوق، والنص التاني باخد 1 سنتي وانزل بيه لتحت. حلو كده، يا رب تكونوا فاهمين اهم كده، وبحددهم ابينهم كويس. بعد كده بوصل من النقطة اللي فوق واعدي بال1 سنتي اللي فوق اللي هو من الناحية اللي فوق، شايفين كده، وانزل اعدي بيه من النقطة اللي كانت في النص لو فاكرين، وانزل من النقطة دي لل1 سنتي اللي نزلنا بيه لتحت، واطلع بيه على الاخر زي انفينيتي مفتوحة اهو كده. شايفين؟ يا رب يكون باين معاكم، بس عشان ايه اللون برضو حاولت اختار لون يكون باين قوي، بس يا رب يكون باين زي الانفينيتي المفتوحة. حلو كده. وبعدين نبدأ نقصها، هنقص برضو على الرسمة اللي احنا اخدناها اهو كده من فوق وانزل لتحت. شايفين؟ يا رب تكونوا شايفين. وابدأ اقص على الخطوط المايلة اللي احنا عملناها. هنقص وهوريكم هتكون باينة اكتر لما نقص. اهو كده خلصنا. هوريكم طلعت مايلة ازاي. طلعت مايلة عشان خطوط المايلة اللي احنا اخدناها. لو حد ما فهمش حاجة يقول اهو كده.
طيب بعد ما خلصنا احنا المفروض نقفل الكم. حلو. هنقفل ازاي؟ هنعمل تانية بسيطة كده في الجنب، سوري، من تحت، وعلشان يكون الكم من الاخر متني ما يتعبنيش بعدين. وبعدين هنقفل الجنب. طبعا احنا بنخيط وش في وش، انا هنا بوريكم بس عشان ايه محدش يفهم غلط. احنا بنخيط وش في وش عشان الخياطة تطلع نضيفة معايا. بعد كده ايه، هنجهز الاكمام عشان تكونوا عارفين. هنجهز الاكمام ونركنها على جنب. حلو. وماما هي اللي هتخيطهم. نخيطهم وايه، نحطهم على جنب. نحطهم على جنب ليه؟ علشان لسه هنعمل حاجات في باقي الدرس، ما يتعبنيش، ما يبقاش الدرس بتاعي تقيل او الميني درس بتاعي تقيل ويعك معايا وانا بكمل فيه. فنخلي الاكمام اخر حاجة نركبها. حلو كده. طيب بعد كده بجيب الميني درس بتاعي. هو مش ميني ولا حاجة والله، هو طويل بس ايه، قصير حتة صغيرة من تحت. المهم باخده كده وبفصل الجزء الامامي عن الجزء الخلفي، وبتأكد ان هما تحت، من تحت يعني بتأكد ان هما كويسين مطبوقين على بعض علشان يبقى النص بالظبط. يا رب تكونوا فاهمين معايا. بظبط كده انهم يكونوا مظبوطين، وبتأكد برضو ان هما من فوق عند الكتف، عند الكتف، علشان ايه، ما يبقاش فيه اي اخطاء. لو في اي اخطاء ممكن اتفاداها، بس يعني ايه، من الاول يعني. بعد كده هنعمل ايه، هنبدأ نفصل او هنقص الجزء الامامي بالنص، عشان نبقى نعمل ايه، عشان نفتحه، عشان يبقى كارديجان مفتوح. بس كده بمنتهى البساطة. نبدأ نقص كده واحدة واحدة، نتأكد ان هما، عشان هي القماشة دي ناعمة شوية بتتزحلق، بس مش عارفة افهمكوا ازاي انها بتتزحلق بس في نفس الوقت بتلزق على الهدوم. المهم اتأكد من كل حتة انها مظبوطة يعني، وابدأ افصل عن بعض. بس كده اهو، بوريكم ان هو اتفتح خلاص وبقى كارديجان. تقريبا كده خلصنا يعني. بحس احنا عملنا الحركة دي خلاص خلصنا، والاكمام كمان خلصت. فاضل بس هنعمل مرد بسيط. وقبل المرد هنعمل حاجة. باجي كده من عند الكتف، بطبقهم على بعض تاني. طبعا النص الامامي او الجزء الامامي كله بطبقهم تاني على بعض، وباخد الكتف على الكتف، ومن عند الكتف بنزل اعمل زي 7. هوريكم ثواني. اهو من اول الكتف عندي، من عند الكتف واروح نازله 7 او خط مايل. مش مطلوب مني مقاس، مش باخد سنتيمترات معينه ولا اي حاجه. هو من عند الكتف لحد ما تنزلي تحت على ما فيش. حلو كده. بمسطره، بالمزوره، باي حاجه. لو انت هتعمليها بايدك على طول مش مشكله، بس المهم ان احنا ننزل تحت على ما فيش. ليه؟ علشان لما اجي اركب المرد او احط المرد يعني مبقاش شكله بايخ كده ومش لذيذ يعني، هيكون شكله صعب. بس بحددها كده وبعدين بنقص عادي جدا، مفيش اي حاجه. طب انا عملت كده ليه؟ عشان انا عضله ايدي يعني هيكون صعب ان انا اخد من الكتف وانزل على مفيش. لكن لو انتي قصي من عند الكتف وانزلي على مفيش عادي. بس انا عشان عضله ايدي والتصوير الموبايل يعني، هو ده الزاويه المظبوطه اللي هينفع اوريكم بيها.
بعد كده عندي القماشة دي، هو كان جزء طويل جدا متفضل عندي، وانا هفصله بالنص برضو بنفس الطريقة. هتنيه واروح قصاه عشان يبقى اطول، لان هو طويل بس مش طويل قوي يعني، ما يعمليش مرد للكارديجان كله، لا هيجي في حته ويقف. فانا هقسمه بالنص واخيطهم بحيث يبقى، انتوا هتشوفوا عشان انا حاسه ان انا مش هعرف اشرح غير لما تشوفوا. المهم اهم حاجه ان انا بقسمهم كده بالنص، القماشه او الشريط اللي عندي ده بقسمه بالنص عشان ايه؟ افصله الاتنين. طيب بعد ما خلصنا بنجيب الجزء الامامي بتاعي. حلو كده. انا ايه هوريكم، بعد ما فصلناهم الاتنين عن بعض رحت مخيطاهم علشان يديني خيط اطول. انتوا فاهمين؟ يديني حته قماشه طويله. اهو هوريكم ازاي خيطتهم في بعض. شايفين؟ اهو كده مع بعض، بس ما عملناش اي حاجه تاني. طيب بنروح بعد كده نعمل ايه؟ هنحطها على النص، الطرف بتاع، مش احنا قسمنا الجزء الامامي بالنص؟ حلو. بروح جايبه عند الطرف، احنا بنعمل مرد ازاي؟ باجي عند الطرف واحط حته القماشه بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين كده، وش في وش، من اول تحت وش في وش، وبمشي على طول الكارديجان، على سوري يعني الطرف بتاع اهو شايفين، بحط وش في وش واخيط، اخيط الطرف بتاعه على الطول بتاع الكارديجان كله، على طول الحد بتاعه ده كله. ما بعملش اي حاجة تاني، لا مثلا باجي عند الكتف واعمل حاجة ولا اي حاجة، احنا بنخيط كده على الطول كله. انا بحاول اوريكم، بحاول افهمكم ان احنا هنمشي كده اهو على كل مكان مقصينه بالظبط. فاهمين الفكرة؟ لو حد برضو اختلط عليه الامر مش فاهم حاجة يقولي، واحدة واحدة اهو بنمشي عليها لحد ما ننزل للناحية التانية، للطرف التاني بتاع الكارديجان. حلو كده. ولا ما بنعملش حاجة عند الرقبة، ما بنعملش حاجة عند الكتف مثلا او عند الكم، ما بنعملش اي حاجة، بنخيط بس. ونخلي بالنا ان الاتنين جايين على بعض، الجزء بتاع القماشة جاي على الجزء بتاع الكارديجان، وبنخيط اهو شايفين كده، مش بفتكس. احنا بنخيط ممكن تعمليها بدبابيس طبعا، احنا بنخيط ممكن نظبط هي وتحت المكنة، نظبط الجزء اللي هنخيطه الاتنين على بعض. اوكي يلا نكمل. فاهمين الفكرة؟ اهو وبنكمل عادي جدا، ما لا عملت افتكاسة عند الرقبة ولا عملت افتكاسة عند الكم ولا اي حاجة. بس كده بنكون ايه؟ خلصنا. خلص الحتة دي وبعدين نركب الكم. طيب نيجي بقى لايه؟ لتركيب الكم، واخر حاجة معانا وخلاص خلصنا. نيجي نمسك الكم كده، احنا قلنا عملناه، خيطناه وركناه على جنب، بعدين بنيجي نمسكه هو معدول كده، واروح ايه؟ جاية عند الحتة بتاعت الكتف بتاعت الكم، واروح واخدة علامة صغيرة. العلامة الصغيرة دي ليه؟ علشان اعلم ان هي دي الحتة اللي المفروض تكون عند الكتف. فلما اجي احط الكم جوه او اخيط الكم في الكارديجان، يبان ان الكتف في الكتف، اهي الحتة دي هي اللي هتلزق في الكتف، عشان ما تروحش مني كده ولا كده ولا اتلخبط وانا بخيط. حلو. بعدين هندخل كده الكم هو معدول جوه الكارديجان كأننا بنلبسه زي ما انتوا شايفين، واروح حاطه الحته اللي انا علمتها اهو
عند الكتف. شفتوا فايدة ان انا خدت العلامة ان اهو عند الكتف. وبعدين زي ما انتوا شايفين هنخيط اهو، زي ما انتوا شايفين مش محتاجة شرح، هنخيطهم كده مع بعض. هنخيطهم كده تحت المكنة وكده نكون ايه خلصنا الحمد لله. اهو بأكد عليكم تاني الحتة اللي عملناها عند الكتف بالظبط، وهنخيط.